صباح الفل عليكم، وصباح العلم والمعرفة، وصباح ان في الحياة علم بيقول لو لقيت الحتة دي تقدر ان انت تتصرف فيها ازاي. مش لازم نخترع العجلة خالص. العلم في الفترة اللي فاتت واحنا بنتكلم في ال 300 سنة اللي فاتوا عمل طفرات في حاجات كبيرة، فمش لازم نخترعها. تعالوا نشوف العلم بيقول ايه والعلم بيقول لي اتصرف ازاي ونتبع العلم. مش يمكن لما نتبع العلم نطلع بحاجة كويسة؟ عملنا في الفترة اللي فاتت فيديو على فكرة السلوك التنظيمي او بيئة العمل في الشركات، وقلنا ان انت عشان تعرف تعمل ادارة بشكل كويس وتدير الناس عندك بشكل كويس محتاج ان انت تركز على ادارة الموارد البشرية وتركز كمان على السلوك التنظيمي وعلى بيئة العمل. طيب مفيش مشكلة، انا اعرف منين ان انا عندي مشكلة في بيئة العمل بتاعتي؟ يعني ايه العلامات اللي لما الاقيها اقول لا ستوب، ان احنا عندنا مشكلة في بيئة العمل ومحتاجين نركز فيها؟ في شوية علامات لازم طول الوقت تبقى متتبعها، عشان لو انت مش متتبعها هتفوجئ ان بيئة العمل بتاعتك باظت بعد ما اتخربت، وعشان تصلحها ممكن تقعد لك 2-3 عشان تعرف تعدلها تاني. طب ايه هي العلامات اللي انا اركز فيها في شركتي وطول الوقت زي ما بتبص على احنا بعنا بكام، عندنا مخزون كام، عندنا فلوس بكام، الفلوس اللي عندنا بتغطينا ولا لا، فلوس مرتبات الناس، التكاليف كام، المباشرة كام والغير المباشرة كام؟ ممكن تحط الكام رقم دول معاك؟ ايوه، ايه هم الكام رقم دول؟ معدل دوران الناس بتمشي بقد ايه؟ ناس عندك بتمشي قد ايه كل شهر وبتمشي قد ايه كل سنة؟ بتغير دمك كل قد ايه؟ في شركات بتوصل ل 40% و50% من الناس بتتغير كل سنة. جرس انذار، في مصيبة عندك بتحصل. على قد فلوسهم، احنا هنشتغل على قد فلوسهم. لما تلاقي في مشكلة بتحصل في الشركة والناس مش قلبها على حل المشكلة، مش مشكلة، بكرة نشوف هنحلها ازاي. عايزين نقعد نحلها يا جماعة على قد فلوسهم، حلوة قوي، خلصت، هوجع قلبي ليه؟ فالناس ما بقاش عندها ولاء للشركة. اوكي، الناس ردود افعالها مع بعض بقت سيئة. يعني ايه ردود الافعال بقت سيئة؟ يعني بنتخانق مع بعض كتير، المشاكل ما بيننا وما بين بعض قاعدة بتكتر، نعلي صوتنا على بعض، ردودنا مستفزة مع بعض، ممكن نوصل ان احنا نمد ايدينا على بعض، التحقيقات قاعدة بتزيد. يبقى عندي الرقم بتاع ان الناس بتمشي كتير، المشاكل مش بتتحل على طول، ممكن نقعد فيها شهور عقبال ما تتحل والمشكلة بتفضل فيها، اروح وارجع الاقي المشكلة لسه ما اتحلتش، تاخد وقت كبير عقبال ما المشكلة تتحل. عدد الخناقات اللي ما بين الناس والمشاكل والتحقيقات قاعدة بتزيد. الاداء عندي قاعد بيقل بتاع الناس، تقييم الاداء بتاع الناس قاعد المتوسط بتاعه العام في الشركة قاعد بيقل مش بيزيد. ده بافتراض ان احنا عاملين نظام حلو وفعلا بيقيس لي اداء الناس، مش كله حلوة اصله متجوز وعنده عيال، اصله بيصرف على مين، اصله مش عارف ايه فلازم نديله اداء حلو عشان ياخد فلوس حلو. ملهاش دعوة دلوقتي بالفلوس، بس هو فعلا اداؤه حلو ولا لا؟ فانا الاقي المتوسط العام بتاع تقييمات الناس قاعد بيقل. الرقم الاخير والاسوأ ان انا اداء الشركة بيقل، رقم البيع بيقل، حجم السوق بتاعي بيقل، عدد العملاء بيقل، عندي الوحدات المعيبة بتقل، مصاريفي بتزيد، الرقم بتاع ارقام الشركة بتقل. لو لقيت التوليفة دي عندك متجمعة مع بعض انت متشخص ان الشركة عندها مرض في بيئة العمل، لازم تبتدي تاخد اجراءاتك وتبتدي ان انت تصلحه. خلي بالك من الروشتة دي، عينك دايما على الارقام دي طول الوقت، عشان لما تلاقيها اتجمعت مع بعض تعرف ان شركتك اتشخصت مشكلة في بيئة العمل. خلي بالكوا على بيئة العمل لانها ممكن تبقى طاردة للناس اكتر من ان هي تستقطب الناس. صباح الفل عليكم، وصباح لما نطبق العلم في الحياة.